السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دايما كده بحس إن المحامي أو المحامين هم الفئة الوحيدة اللي في الدولة اللي وقع عليها ظلم شديد قوي، مظلومين في كل حته. كل الناس يعني لما تيجي سيره المحامين بالذات يقول لك ده المحامين دي فئه اعوذ بالله، دول نصابين وحراميه، وتلاقيهم كده عمالين يسلكوا فينا ما تفهمش ليه، مع ان المحامي ده هو اول واحد بيقف جنبك لما انت بتقع في ظلم وفي شده، هو اول واحد بتجري عليه لما انت بتقع في مصيبه، يحصل لك مثلا مشكله، يتقبض عليك، حد رفع عليك قضيه، حد نصب عليك في فلوس، اول واحد بتلجأ ليه هو المحامي بتاعك. وبعد كده بتنكر فضله وبتجحده وتقول لك ده المحامي باعني، ده المحامي لبسني في حيط، ده المحامي حبسني، مع ان في احوال كتير بيكون هو نصفك وبيكون محقق لك نتائج ممتازه ومرجع لك حق، وفي نفس الوقت هو الشخص اللي بيبقى نصب عليك وبيبقى فيه البدع. فليه المحامي بقى من وجهه نظري المتواضعه ومن واقع خبرتي في مجال المحاماه ومن واقع عملي، انا هقول لك ليه الناس بتكره المحامي. طبعا الموكل لما بيدخل مكتب المحامي بيتعراله، بيقلع هدومه كده قدامه. فليه الشخص بقى ازاي حد يبقى عارف عنه كل مساوئه وكل عيوبه وكل نقط ضعفه، وازاي يبقى في حد اعلم منه ازاي يبقى حد حاسس ان هو في مرتبه اعلى منه في العلم، وحد بيقول له ده صح وده غلط، حد بيبقى عارف عنه زي ما انا قلت كل مساوئه وكل عيوبه، وهو بيبقى في ايديه بعد الله سبحانه وتعالى، بيبقى في ايديه سبب براءته او سبب نجاته. فازاي الشخص، ودي طبيعه النفس البشريه على فكره، الناس بتكره اللي احسن منه. وانا مش بقول ان المحامين احسن من الناس، لا، كلنا كلنا عباد الله يعني، وكلنا اولاد تسعه. بس انا بقول لك في حته بقى، ان لما بيبقى الشخص في موضع قوه والشخص الثاني في موضع ضعف، والشخص ده انت اللي بتستمد منه قوتك، بيبقى بقى بيبقى بتوصل ساعات لمرحله الجحود والمرحله ان انا هحاربك، لدرجه ان في موكلين لما بيلاقي ان المحامي بتاعه مش عارف يمسك عليه غلطه بيروح يسال المحامين الزملاء على مواقع الانترنت وعلى السوشيال ميديا والجروبات، ويسأل عن المعلومة ويروح يجادل المحامي بتاعه، علشان حاسس المحامي بتاعه ان هو غلطان في حاجة، هو مش عارف يمسك عليه حاجة. فدي طبيعة النفس البشرية، ان هي مش بتحب حد احسن منها، ما بتحبش حد عارف عنها كل مساوئها ونقط ضعفها. ودي العلاقة ما بين الموكل والمحامي. ده اول نقطة. تاني نقطة بقى، في ناس تقول لك ده المحامي نصاب، ده المحامي حرامي. حته بقى الحرام والحلال يا جماعه، انا لما حد يجي لي المكتب، تخيل كده، انا لما حد يجي لي المكتب ومرتكب جريمه او ظالم اخواته او ظالم حد او نصب على حد، هل في حد وسخ هيجي يقول لك ان انا وسخ؟ حد هيجي يعترف على نفسه يقول لك انا عملت 1 2 3؟ لا، ده بيظهر مظهر الملاك، انا بريء، انا ما عملتش حاجه، ده انا العالم ده كله ظالمني. فبالتالي هو اللي بيشتال وزره. في حته برضو الحلال والحرام، المحاماه يا جماعه مش جنائي بس، يعني مش فرع جنائي بس اللي هو السرقه والمخدرات والقتل والكلام ده، لا، الجنائي ده فرع من فروع كتيره جدا في القانون. المحاماه مش سرقه ونصب ومش جنائي بس، لا، ده في عندك مدني، عندك مجلس دوله، عندك شرعي، عندك حاجات كتيره قوي غير القانون المدني، عندك شركات. ففي بعض الاحيان يقول لك ده المحامي ده بيبقى عارف ان الشخص ده قاتل وبيدافع عنه، بيبقى عارف ان ده حرامي وبيدافع عنه. يا جماعه في الاصل اصلا المحامي مش بيقابل المتهم. لما حد بيجي يوكلك في قضيه، او حد اللي هو بيجي يقول لك تعالى دافع عن كذا، الشخص ده بيبقى محبوس، انت مش بتشوف حد من اهله، هو اللي بيجي لك المكتب وبيتفق معاك، انت بتتعامل بعد كده مع اوراق، بتشوف ملف القضيه وبتطلع بقى، بتشوف الاجراءات، بتشوف الثغرات، بتترافع. انما انا مش بقعد مع المتهم عشان اعرف اصلا هو بريء ولا متهم. وفي الاصل في الانسان البراء، ان مثلا الانسان او المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم نهائي بات، يعني مش بحكم نهائي اللي هو في الاستئناف، لا، نهائي بات، يعني بعد ما يستنفذ كل طرق الطعن، بعد ما اطعن عليه في النقد كمان، ساعتها احدد هو بريء ولا متهم. فانا مش ببقى عالم بالبراءه او بالاتهام، انا بشوف شغلي، انا مهنتي ان انا ادافع على القانون، ادافع عن القانون والاجراءات، ادافع عن المتهم حتى لو هو متهم مسارق وقاتل، ليه الحق ان هو يتحاكم محاكمه عادله، ليه الحق ان انا اقف ادافع عنه عشان اوصله او اجيب له العقوبه المناسبه، ما يبقاش تعسف من قبل الحكم او سلطه الحكم، ما ياخدش فوق طاقته، لا، خد عمل جرم كذا يبقى يتساوى بعقاب كذا، ما يبقاش فيه تفاوت في العقوبه بالنسبه للاتهام. فدي حته الحلال والحرام. انا يا جماعه مش ببقى عارف ان ده متهم، انا بتعامل مع اوراق زي ما انا قلت. غير كده
نلاقي ناس مثلا بتقول لك ايه، ده المحامي ده نصاب، ده خد فلوس وما عمليش حاجه. يا جماعه اقسم بالله بيبقى في ناس كمان بتتفق معانا على مثلا مؤخر اتعاب او كده، او بيبقى مثلا لما يبقى حد جاي يفسخ عقد، او حد نصب عليه اشترى حته ارض مثلا، والشخص نصب عليه وباع لحد تاني، ويجي لك بقى عشان تفسخ له العقد وتجيب له الفلوس، انت بيبقى ليك نسبتك القانونيه 15% من نسبه العقد. طب ما انا هرجع لك فلوسك، ادينا حق بقى بعد ما ارجع لك فلوسك. يعني ال 2003 اللي انا باخدهم منك في الاول، مصاريف الدعوه والرسوم في المحكمه والكلام ده، دي مش اتعابي، انا اتعابي نسبه قانونيه من نسبه العقد، من الفلوس اللي انا هجيبها لك. فانت بعد كل ده تقوم هربان مني وما تديليش الاتعاب بتاعتي، او ما تدينيش الفلوس اللي انا اتفقت معاك فيه، فاضطر ان انا ارفع عليك دعوه مطالبه بالاتعاب. ما هو القانون حماني اهوت، ما انت كمان بتنصب عليا. مين بقى النصاب فينا، انا ولا انت؟ لا، هو يستكتر عليك الشغل بتاعك، الجهد بتاعك، لا هو عايزك تجيب له نتيجه وتجيب له فلوسه وما يدكش حقك. كأن المحامي ده نزل على بطاقه التموين، دعم من الدوله. يا جماعه المحامي اكتر فئه مظلومه في المجتمع كله. معلش، ضابط الشرطه والقاضي ووكيل النيابه ده مسنود على الدوله. المحامي بيستمد قوته من نفسه ومن شخصه ومن علمه. انت بتبقى محامي كده وليك احترامك وهيبتك في اي مكان من شخصك، من علمك الشخصي، مش مسنود على الدوله. فتخيل بقى ان الناس بتفترض فيك القوه وكل الدوله بتحاربك. انا لما بقف مع متهم او بترافع عنه او بدافع عنه، المحامي بيبقى واقف قصاد جهات عديده جدا مع المتهم لوحده. كل يعني منظمات الدوله او انظمه الدوله بتتجاهد علشان تثبت التهمه على المتهم، والمحامي بطوله هو اللي بيقف علشان يترفع عن المتهم، علشان لو في دليل براءه يظهره قدام المحكمه، لو في عقاب او حاجه يعني تناسب الجرم بتاعه ويخففها له بيخففها له، لان ده عادي. انا بدافع عن القانون وبدافع عن الاجراءات، مش بدافع عن الجريمه. هي دي المحاماه. بس يا جماعه انا حبيت اوضح الكلام البسيط ده عشان اقدر حتى لو بجزء بسيط ان انا اغير صوره المحاماه قدام الناس وافهم الناس. يا جماعه هو انا مثلا لما انت مثلا تترفد من الوظيفه بتاعتك، او يجيلك جزاء تعسفي، او الترقيه بتاعتك تفوتك او تتعزل، مش انت بتلجأ للمحامي؟ مش ده شغل برضه؟ مش المحامي هو اللي بينصفك؟ ولا بعد كل ده تقول المحامي ما بيعملش حاجه، والمحامي والمحامي والمحامي؟ وبعدين كل مهنه فيها الفاسد وفيها الصالح. يعني مثلا ما تقوليش ان كل الدكاتره كويسين، ما تقوليش ان كل المهندسين كويسين. واحد صيدلي كان معلق لي على كومنت بيقول لي ايه، المحامي انتهازي وبيستغل الفرص. فانا رديت على الصيدلي قلت له طب ما هو في بعض الصيادله بيبقوا فاتحين الصيدليه علشان يبيعوا برشام، انت كده ديلر يعني؟ مش انا ممكن اقول لك كده؟ ما هو في كل حته فيها الحلو وفيها الوحش. فانت ما تجيش بقى على المحامي وتقول لك ده جشع، ده طماع. طب دور على التجار اللي دلوقتي بيغلوا الناس الاسعار، ولا انت جاي على المحامي بس؟ ما انا عايز افهم اشمعنى المحامي، اشمعنى المحامي اللي مضايق المجتمع؟ طب تخيل كده لو المحامي اختفى من الدوله، اختفى، لو المحامين كده صحوا في يوم من الايام وقرروا ان هم مش هينزلوا محامي، انا خلاص انا ما عدتش شغال في المحاماه. تخيل لو الجمهور او الشعب اصطدم بالموظفين او اصطدم بالقضاء او وكلاء النيابه، اول حاجه هيبقى في مجازر، هيبقى في دم للركب في المحكمه. ما هو لو ما فيش محامي وسيط ما بين المحكمه وما بين المتهم او ما بين المتقاضي، الدنيا هتخرب. انا لما في حد بحضر قدام القاضي من غير محامي، القاضي بيقول له انا عايز محامي، عشان المحامي هو اللي بيعرف يتفاهم مع القاضي بالقانون، هو اللي بيوضح له الامور، هو اللي بيبين له، بيحاول على قد ما يقدر يبين له الحقيقه. بيبقى قدام القاضي ورق، بيبقى محتاج المحامي علشان يوضح له ايه اللي جوه الورق. احنا واجبنا ان احنا نوضح للقاضي المتهم ده اللي حصل ووجه الحقيقه فين، وان الواقع لها صوره اخرى، وبنشرح له وبنوضح له وبنترافع علشان نبين الحقيقه للقاضي، وبناء عليه القاضي بيرجح الحكم. تخيل لو المحاماه اختفت، ايه اللي هيحصل في الدوله؟ الدنيا هتخرب. من غير المحاماه مفيش عدل، مفيش حقيقه. بامانه والله انا مش بقول لك ان المحامي اله نازل من السما، لا، كلنا بشر وكلنا خطائين، وكل مهنه فيها الحلو وفيها الوحش. بس انا بقول للناس ارحموا المحامين شويه بس. شكرا جزيلا.